بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن، وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أسرار القرآن. وبعد، فإن القرآن العظيم في غاية طبقات الفصاحة والبلاغة، وأقصى الدرجات العظمى، وأعلى النهاية، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي أعلى المراتب وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا، ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة، لقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وأما جميع سور القرآن ف114 سورة بإجماع ما يعتد به، وقيل 13 بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة، فأفضلها وأعظمها فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص عند العلماء المحققين من الأئمة الأعلام أسكنهم الله في أعلى المقام، لقول العليم العلام: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذ قال له رجل: يا رسول الله، أي سورة في القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما جميع آيات القرآن العظيم ف6,660 على القول المشهور، فأعظمها وأفضلها وأشرفها آية الكرسي، كما ستأتي الأحاديث في بحثها إن شاء الله تعالى. ولما وجدت أعظمية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وسورة الإخلاص وأعظمية فضائلها وأكثرية فوائدها وأعجبية أسرارها وأشرفية خصائصها وأزيدية بركاتها بالأحاديث الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذا وجدت كثيرا من الأحاديث في فضائل سورة ياسين وسورة الفتح وسورة الواقعة وسورة الملك والنبأ والضحى وألم نشرح وسورة القدر وسورة لم يكن وإذا زلزلت والكوثر وقل يا أيها الكافرون وسورة إذا جاء والمعوذتين وبعض الآيات مثل آمن الرسول و3 من أول الأنعام وآيتين من آخر براءة وآخر الحشر وغير ذلك من السور والآيات. وكذا وجدت كثرة مداومته عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء في الأيام والليالي على هذه الفضائل والأسرار وأوامره
عليه الصلاة والسلام بالتعلم والتعليم والتبليغ إلى الرجال والنساء والصبيان والجيران، ووصيته عليه الصلاة والسلام بكثرة دوامهم عليها، ثم الصحابة والعلماء الأسلاف والأخلاف قد تعاهدوا قراءتها ليلا ونهارا، وبينوا كيفية قراءتها وأعدادها وأوقاتها وبعض أوفاقها وفوائدها، فحثوا أولادهم وإخوانهم على كثرة قراءتهم إياها على الدوام. وجبت العناية بالقدر الممكن، فاستخرت الله تعالى وله الحمد أن أجمع الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وإن لم أكن أهلا لما هنالك من التفاسير وكتب الأحاديث وأقوال الأئمة في علم الخواص، لتسهيل المطالعة على الطالبين والراغبين في قراءتها، ولينالوا بها في الدارين نفعا كثيرا وأجرا عظيما. فإن أفضل ما يتوسل به إلى نيل الغفران وأعظم ما يتوصل به إلى دخول الجنان قراءة كتاب الله الذي هو أبهر حجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، وتلاوة القرآن ذروة سنام الأذكار وأفضل عبادة الأخيار. فجمعت في هذه الصحائف ما يسره الله تعالى، وسميتها خزينة الأسرار جليلة الأذكار. جمعتها بتوفيق الله الحليم الستار، وبهمة حبيبه سيد الأبرار، مع قلة بضاعتي وعدم فصاحتي وصناعتي، ومنعني عن الترتيب جناني خوفا من لؤم زماني. وهذه الفضائل والأسرار أقدمتني إلى إيصال الإخوان، فقلت الله معيني في تدبير أموري، لأن من كان لله فلله والله له، ومن يعذرني في سهوي وخطئي فنرجو منه العفو والإصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولقوله عليه الصلاة والسلام: اللئيم يفضح والكريم يصلح، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاعلم نورني الله وإياك بنور البصيرة أني رأيت كثيرا من الإخوان في ديار العرب والروم قد تركوا قراءة القرآن وأكبوا على قراءة ترتيبات المشايخ في غير التربية والسلوك. منهم من يقرأ اعتمادا على كرامات مؤلفها، ومنهم إصغاء على تنبيه مشايخ الزمان، ومنهم متمسكا بالقول المنامي الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في رؤيا مؤلفها. فمثلهم كمثل الذين اختاروا العقيق على اليواقيت. وبالله العظيم إن القرآن لغريب في هذا الزمان، وما وقع على تلك الترتيبات حديث ظاهر في بيان فضائلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما وقع عليها الإجماع. وأما القول المنامي الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في رؤيا مؤلفها فهو ليس بحجة ودليل عليه وعلى غيره، وهو لا يثاب على قراءة تلك الترتيبات إذا لم يعرف معانيها، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما الثواب على قراءة القرآن فهو حاصل لمن فهم، ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه، بخلاف غيره من الأذكار والأدعية، فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه ولو بوجه ما، وعليه أكثر العلماء، وقيل وفيه نظر. فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أي على مخلوقه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. أخرجه الخطيب والديلمي في الفردوس عن أنس رضي الله عنه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لولا قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر
ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، أي من عظمته ومهابته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لو جمع ثواب جميع الصلوات ما يقابل ثواب حرف واحد من القرآن. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فكأنما شافهني، كذا أخرجه الديلمي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، كذا أخرجه الحاكم. ولقوله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ولقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولقوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاعلم أن هذه الآيات والأحاديث بيان لأسرار القرآن، وتحريض وترغيب وتنبيه وتعليم لكل أحد أن يواظب على قراءته، وإيقاظ للغافلين، وترهيب وتهديد وتوبيخ للمشتغلين بدون القرآن. وقد قال في كشف الكنوز: انظروا أيها الأكياس، وتفكروا أيها الناس إلى أكثر الأوراد والأذكار التي تشتغلون بها في هذا الزمان من ترتيبات المشايخ، وإذا حرضته على قراءة القرآن يتعلل بأن وقتي لا يفضل عن وردي، ما ثمرتها ونتيجتها في الفضائل على فضائل القرآن. لو كانت تلك الترتيبات موجودة في زمن النبوة أو في عصر الخلافة لأحرقوها أو أغرقوها، لأنها زينت في قلوب الذين لم يعرفوا فضل القرآن وخواصه، وحبستهم ومنعتهم عن قراءة القرآن. انتهى كلام مولانا الشيخ حق صادق مجرب فيما ادعاه شاهد ومشاهد عند من له الإنصاف، كذا في أهم الأمور. وقد يومئ إلى هذا قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال الشبلي قدس الله سره لمن قال أوصني، فقال: عليك بكلام الله ودع ما سواه، وكن معه ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، كذا في الشهاب. وقيل: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد، ويعرف منه النقصان من المزيد، ويستغني بكلام المولى عن كلام العبيد. وعن هارون بن معروف أنه قال: أقبلت على الحديث وتركت قراءة القرآن، فرأيت في المنام شخصا يقول: من قرأ القرآن وآثر الحديث على القرآن عذب، فما أتى علي إلا زمان قليل حتى ذهب بصري، كذا في الإحياء في آداب التلاوة. وقال يحيى بن معاذ: من لم يكن فيه 3 خصال فليس بمحب: يؤثر كلام الله تعالى على كلام الخلق، ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق، والعبادة على خدمة الخلق. كذا ذكره الغزالي في محبة الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أردتم قراءة فآثروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى: لا تجعل وردك غير ما ورد في الكتاب والسنة، تكن من العلماء الأدباء، لأنك حينئذ تجمع بين الذكر والتلاوة، فيحصل لك أجر التالي والذاكر. فما ترك الكتاب والسنة مرتبة يطلبها الإنسان من خيري الدنيا والآخرة إلا وقد ذكرها. فمن وضع من الفقراء وردا من غير الوارد في السنة فقد أساء الأدب مع الله ورسوله، كذا في روح البيان في سورة الحديد. ونعم ما قال بعض المشايخ: من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى اسطبل الدواب. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، كذا في وصايا القدسي. ويقول الغفير: أعانه الله القدير: ومن أراد الورد دون كلام ربنا فهو كامرأة حمقاء علقت في عنقها عقيقة وتركت
ياقوتا ذا قيمة.